بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أول درس في الفلسفة بيتكلم عن إيه؟ مبادئ التفكير الفلسفي. يلا بينا. أول درس عندنا بيتكلم عن معنى التفكير. طبعا يعني تمام. التفكير دوت أنا فين أكيد يعني من الحاجات اللي هي ربنا عز وجل ميزنا بها. صح؟ يعني ربنا ميزنا اه، اكيد. بالتفكير. طيب هل صح. هناك كائن حي آخر يفكر غير الإنسان؟ لا، طبعا. متأكدة؟ ايوه. مم؟ متأكدة؟ طيب هو الأسد بيصطاد الفريسة بتاعته إزاي لما بيفكرش؟ بيخطط لها إزاي؟ النمل بيترصد ويترقب ويهجم. طب ده مش تفكير ده؟ ها؟ تفكير. تفكير. النمل المنظم أوي في حياته دوت ويعني في نظام، عنده نظام أحسن من البني آدمين بصراحة، النمل والنحل، يعني مش ده تفكير برضه؟ صح؟ ايوه. الثعلب بيسموه الثعلب المكار ليه؟ هو المكار ده يعني إيه؟ مش تفكير؟ صح. صح؟ إذا أي مخلوق من الكائنات اه. الحية أو اللي هو الجنس الحيوان بشكل عام يفكر، ولكن تفكيره مش زي تفكير الإنسان. إحنا تفكيرنا متجدد، تفكير متطور، تفكير راقي. أما باقي الحيوانات أو المخلوقات الأخرى دي بتفكر تفكير اللي هي يا دوب يعني تفكير بدائي، يعني اللي هو إزاي يعيش. تمام، إزاي صحيح. ياكل ويشرب ويتكاثر، إزاي يدافع عن نفسه. لكن هل عنده حتة بقى إن هو يتعلم ويرتقي ويتطور ويتقدم ويخترع ويبدع والكلام ده؟ لا طبعا. تمام، يبقى تمام. عندنا هنا التفكير هو ايه؟ الهبة الكبرى التي منحها الله لمين؟ للإنسان. جميل أوي، وميزه عن سائر الكائنات الحية الأخرى. طيب تمام. يعرف الفلسفة بيعرف الإنسان بأنه إيه؟ قلنا المفكر. مم؟ المفكر. جميل أوي. يبقى الإنسان حيوان مفكر أو كائن حي مفكر. طبعا لما أقول حيوان مش شتيمة لا سمح الله. تمام. هنا حيوان معناها أي كائن حي بيتحرك، أي كائن حي بيتحرك تمام. اسمه حيوان. ماشي، فحيوان جاي تمام. من كلمة حياة. يعني مثلا ربنا تمام. عز وجل قال على الآخرة إنها لضر الحيوان، يعني وهنا ربنا بيشتم الآخرة مثلا؟ ضر الحيوان يعني ضر لا، طبعا. الحياة. صح؟ صح. ماشي، يبقى إذا الإنسان قال، الفلاسفة قالوا إن الإنسان هو إيه؟ المفكر. فهو المفكر. يدرك ويتذكر ويفكر ويتأمل، فالحاجات دي بتميز الإنسان. تمام. ماشي. تمام. تمام. وعندما يتعرض الإنسان لموقف من المواقف أو مثير، يعني موقف يعني مثير، يعني أي حاجة بتحصل في حياتنا، تمام، أي حاجة حواليك، تمام. اسمها مواقف أو اسمها مثيرات أو اسمها منبهات. تلك المنبهات أو تمام. المثيرات بتدخل لك، بتوصل للمخ عن طريق إيه؟ أنت عندك 5 بوابات، عندك 5 بوابات اللي بواب. فيهم 5 حواس. دول البوابات بتوعنا. في اه. بوابة اسمها بوابة العين بتدخلك أو بتستقبل مثيرات، في بوابة الأذن، في بوابة الأنف، بوابة اللسان، بوابة الجلد. يبقى عندنا كام بوابة؟ يبقى احنا قلنا من أول هنا كده، من أول عندما يتعرض الفرد لمواقف أو مثيرات، قلنا إيه؟ إن أي حاجة حوالينا، أي حاجة حوالينا اسمها مثير أو اسمها منبه. تمام، يبقى كلمة مثير دي يا تنفين معناها إيه؟ تمام. معناها منبه. تمام، أو أي تمام. موقف يعني أي موقف حوالينا لما يجي حد يقول لك مثلا السلام عليكم، ده منبه أو مثير. تمام. لما حد مثلا سي مثلا في ماتش كوره لعيب بيشوط كوره على حارس المرمى، فده اسمه مثير، فحارس المرمى بيستجيب ليه تمام. فبيصد الكوره. تمام. لما حد يقول لك السلام عليكم ده مثير، انت بتستجيب تقول له وعليكم تمام. السلام، دي اسمها استجابه. لما مثلا
واتنين بيلعبوا ماتش كونغ فو، واحد بيضرب، تمام، الضربة دي اسمها مثير، واللي بيصد الضربة اسمه استجابة. تمام. ماشي. تمام. طيب، تمام. يبقى اذا انا عندي كل حاجة في حياتنا اسمها ايه؟ اسمها مثير وايه؟ واستجابة. وقلنا تمام. انك انت عندك خمس بوابات بيدخلوا لك معلومات، في عندك خمس بوابات. ايه هما الخمس بوابات تمام. بتوعنا؟ العين والأذن والشم والتذوق والجلد. اليد. طيب حلو قوي. ماشي. وطب هل البوابات ديت يا نيفين هي اللي بتعرف الحاجة؟ يعني مثلا العين، لما لسه مثلا بابا او ماما يشوفوكي، هل عينهم العين بتاعتهم هي اللي عرفتك؟ العين بتاعتهم هي اللي عرفتني. اه. لا، عيني هي اللي عرفته. طيب اولا، ولا عينك عرفتهم ولا عينهم عرفتك؟ أمال إيه؟ العين مالهاش علاقة بالكلام ده خالص على فكرة. بصي، جميع حواسنا هي عبارة عن سكرتارية بتوصل المعلومة للمخ. يعني مثلا، تمام. هو لو حد فقد الذاكرة وجي بص أيوه. وشاف حد كان بيشوفه كل يوم، يعني العين اهي بتشوف فلان كل يوم كل يوم وعارفاه وعارفه مية مية، بس جات لي مثلا حاجة فقدت الذاكرة، طب انا علي عينيا ليه ما عرفتوش؟ لا، هو عقلي هو اللي معرفوش، مخي ناسي. الله يفتح عليك، يبقى العين ما بتعرفش حد. العين بتعمل ايه؟ بتاخد الصورة توديها للمخ، المخ يقول لها ده صورة فلان. تمام، يبقى هنا تمام. تمام. الصور متخزنة فين؟ المخ. نفس الكلام، الأطعمة كلها، أي طعام موجود في المخ. الروائح موجودة متخزنة في المخ. الملموسات كلها، أي حاجة بتلمسيها متخزنة في المخ. أي حاجة يعني كل حاجة حوالينا إحنا طالما حسينا بيها قبل كده، يبقى هي متخزنة فين؟ في المخ. المخ. تمام. فالمخ هو اللي بيعرف، تمام. مش الحاسة. المخ هو اللي بيعرف الحاجة دي. تمام. طيب، يبقى اذا التفكير معناه بقى، المعنى العلمي للتفكير ايه؟ او اخر حاجه، اخر مربع عندك او في النقطه الاخيره، هو مجموعه الايه؟ مجموعة العمليات ايوه. العقلية التي يقوم بها الانسان، يبقى مجموعه عمليات عقليه. العمليات العقلية التي يقوم بها الإنسان مستهدفا حل مشكلة ما. الله يفتح عليك. يبقى انا بعمل عمليات عقليه ليه؟ عشان مستهدفه يعني انا ليه هدف، ايه هدفي؟ ان انا احل مشكله، صح؟ او ان انا افسر، صح. او ان انا افسر حاجه غامضه. موقف رامي. يعني حاجه مش فاهمها، صح كده؟ تمام. او ان انا اواجه صح. ظروف الحياة بوجه عام. يبقى التفكير بتاعنا تمام. إننا نواجه الصعوبات، نواجه ظروف الحياة، نتحدى المشاكل. ماشي. يبقى التفكير ده حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. يبقى تمام. هو إيه؟ مجموعة العمليات العقلية الراقية التي يقوم بها الإنسان مستهدفا حل مشكلة ما، أو تفسير موقف غامض، أو مواجهة ظروف الحياة بوجه رامي. عام. اتفقنا؟ تمام. ماشي. اتفقنا. طيب النقطة اللي بعدها اسمها ايه؟ اللي هي الحالات والمواقف التي تثير للإنسان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بصي، احنا طبعا الانسان بيفكر في اوقات معينة، ولا طول الوقت بيفكر؟ أنا بفكر طول الوقت. ماشي، هو مش كأنت بس هو كل الانسان، اي بني ادم بيفكر طول الوقت. تمام. تمام. فاحنا عندنا حاجة اسمها العقل الواعي والعقل اللاواعي. العقل الايه؟ اه. الواعي ولا الواعي واللاواعي. الواعي؟ يبقى العقل الواعي والعقل اللاواعي دول بيعملوا ايه؟ العقل الواعي دوت
دوره مم. ان هو بيفكر في الامور اللي احنا بنبقى صاحيين فيها، ومحتاجين ان احنا ناخد خطوات منطقية. يبقى ده يعتبر تبع المنطق. تمام. مثلا بحل تمام. مسألة رياضية، بخطط لخطة، اي حاجات من الحاجات اللي هي ايه، الحياتية دي. اما اللاواعي ده تمام. بقى مش بتفكري، هو بيفكر لوحده. يعني هنا العقل بياخد قرار لوحده، او المخ هنا متبرمج لوحده. متبرمج يعني ايه متبرمج؟ زي ما قلنا قبل كده، لما الجهاز عليه برامج، فالبرامج دي شغاله لوحدها. تمام. انت ربنا صح. مبرمجك في برامج عندك شغاله لوحدها. يعني مثلا وانت نايمه بالليل وبتتقلبي على السرير ووصلت لحرف السرير، ليه ما بتكمليش لغايه ما تقعي؟ ليه جسمك بيقف وما بيكملش لغايه ما يقع على الارض كل شويه؟ لان في حاجه اسمها العقل اللاواعي، البرنامج. انت هنا مخك ايوه. متبرمج. يبقى العقل اللاواعي ده هو متبرمج لوحده. تمام. اول ما جسمك يوصل تمام. لحرف السرير، سبحان الله، يبدأ الجلد يعني يحس بان في خطر، فيدي اشارة للمخ، فالمخ ياخد قرار في كل ده بيحصل في قد ايه؟ في جزء من الثانية لوحده. هل ده قرار منك واعي ولا صح. قرار لا واعي؟ لا واعي. اه. سبحان الله، لما اجي المس سلك كهرباء، او امسك حلة مية سخنة وانت بتطبخي في المطبخ، وايدك تسيبها مرة واحدة، اه طبعا دي كلها قرارات ايه تبع لا القسم واعي. اللاواعي. لا. اه. ماشي. شفت بقى ربنا مبرمجنا ازاي؟ لو يعني احنا متبرمجين ازاي. طيب. اه. يبقى اذا احنا عندنا حاجات يعني الانسان بيفكر فيها بقى تفكير واعي. زي ايه؟ يعني مثلا لما تيجي تفتكري او تنظمي مثلا تفكير. ازاي انا انظم وقتي يعني مثلا؟ مثلا مثلا بتنظمي وقتك او بتنظمي تفكيرك. يعني جيت كده ايه، جه مثلا تمام. بابا في يوم من الايام قال لك يا نيفين يا بنتي، انا عندنا عزومه، وانا هديكي مثلا ايه، 2000 جنيه، وانت بقى تنظمي العزومه بقى. انا هيقول لك انا ماليش دعوه، انت بقى خد ال 2000 جنيه ونظمي العزومه. اه ماشي. خلاص، هو اداك ال 2000 جنيه وقال لك انا ماليش دعوه، انت بقى ايه، العزومه انت اللي هتعمليها. انا عازم 20 فرد مثلا. تمام. تمام. ماشي. طب فقال لك انا ماليش فيه، اتصرفي. تمام. انت لو ما نظمتش تفكيرك ونزلت اشتريتي وخلاص، عملت تشتري كده وخلاص في اي حاجه، هتلاقي ال 2000 جنيه خلصوا، وانت ما جبتيش الحاجات اللي انت عايزه تجيبيها. هتيجي بوظه الدنيا هتقول له يا صح. بابا الفلوس خلصت وانا عايزه فلوس تاني، ماليش دعوه الفلوس خلصت. هيقول لك لا، انا اديتك الفلوس اللي معايا ماليش فيه. يبقى انت هنا اخطأت ليه؟ عشان انت ما نظمتش تفكيرك من الاول. لازم قبل ما تنزلي تشتري تمام. ورقه وقلم وكاتبه هتجيب، يعني وزعت ال 2000 جنيه، هتجيبي بيهم ايه بالظبط؟ لحمه بقد ايه وفراخ بقد ايه مثلا، هتجيبي رز، هتجيبي كذا، هتجيبي كذا. يبقى انت هتظبطي نفسك بال 2000 جنيه. صح كده؟ زي بالظبط مصروف تمام. مصروف الشهر بتاعك. مثلا بتاخدي في الشهر مثلا مصروف، مثلا 500 جنيه، 1000 جنيه، ايا كان بتاخدي كام في الشهر. لو انت صرفتي وخلاص يا تمام. نبيل، هيخلصوا على طول، صح؟ في اول اسبوع هتلاقيهم خلصوا، وتقعدي بقى في اول الشهر يوم. تستلفي من اخواتك ومن صحابك ومن الجيران، والدنيا خربانه خالص. صح. صح. طيب، فانت لازم تنظمي تفكير، يعني مثلا تنظمي مصروفك عشان ما يخلصش منك بسرعه. تمام. هو ده النظام الصح في حياتنا، ان احنا ننظم تفكيرنا. قلت لك انا عايز اعمل رحله تمام. مثلا، يا نيفين عايز اعمل رحله، خدي نظمي لي رحله. فانت مسكت قلم وورقه وقعدت تنظمي الرحله بقى. تنظميها ازاي مثلا؟ قولي لي كده تمام. هتنظميها ازاي. يعني مثلا هتقولي مثلا هنتجمعوا الساعه كذا في الحته الفلانيه، والباص هيتحرك الساعه كذا، وهنروح الاماكن بالترتيب: المكان الفلاني، ثم المكان الفلاني من كذا لكذا، ثم المكان الفلاني من الساعه كذا للساعه كذا، والمروح هنتجمع الساعه كذا، وهنركب هنتحرك بالباص الساعه كذا، وهنوصل العجمي تاني الساعه كذا. تمام. أول نقطة عندنا اسمها تنظيم التفكير. مثلا في المذاكرة بتعملي جدول مذاكرة لنفسك، يبقى اسمه تنظيم اه. تفكير. يبقى عندما نجد فردا متفوقا في دراسته، مثال الطالب الذي يقوم بعمل جدول للمذاكرة يساعده على التفوق. تمام. متفقون؟ متفقون.
طيب ماشي، النقطة اللي بعدها اسمها ايه؟ تذكر الماضي. تذكر الماضي. طبعا كلنا عندنا ذكريات في الماضي. يعني مثلا لو جيت قلت لك افتكري اول يوم دخلت فيه مثلا جونيور 1 اولى ابتدائي مثلا، ده اسمه تذكر ماضي. تمام. تمام. افتكري مثلا مش عارف موقف احلى موقف في حياتك، او مش عارف اوحش موقف في حياتك، او افتكري اول مثلا اول رحله طلعتيها في حياتك كده. يعني يبقى انت بتفتكري حاجات في الماضي. يبقى ده برضو عايز ايه؟ عايز تمام. تفكير. وبرضو صح. وبرضو مش مواقف بس. مثلا نفتكر قواعد نحويه خدناها في الماضي، نفتكر حاجه حفظناها، مثلا نفتكر القران اللي احنا حافظينه، نفتكر مثلا قاعده رياضيات، مثلا قاعده فيثاغورس ولا حاجه. تمام. نفتكر كل حاجة، يعني جدول الضرب. اتفقنا؟ تمام. اسمه تذكر ماضي. اتفقنا. ماشي. تمام. عندما يتذكر الفرد ما تعلمه او ايه. يلا اقرأ انت اللي في الابيض ده بقى. أو ما ماشي، أو ما حدث له من خبرات في الماضي. مثال: تذكر القواعد النحوية في إجابة سؤال النحو. الله يفتح عليك. النقطة الثالثة ايه؟ النقطة الثالثة: وضع خطة المستقبل. ايوه، بحط خطة المستقبلي. لازم تحط بلان تو يور فيوتشر. امال ايه لازم؟ يعني قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. صح كده؟ يبقى إذا يعني إيه أعمل لدنياك كأني أعيش أبدا؟ يعني إيه؟ تمام. يعني أحط خطة. صح. ماشي. يبقى أحط خطة المستقبلي. وأنا عايش ليه؟ هل أعيش كده وخلاص؟ آكل وأشرب لا وأموت في طبعا. الآخر بس هي دي حياتي؟ لا طبعا. لازم أخطط لمستقبلي. ومثلا يعني أنت حاليا قاعدة بتاخدي درس ليه مثلا؟ هو الدرس اللي أنت بتاخديه ده ليه؟ ما هو يعتبر من ضمن إيه؟ التخطيط للمستقبل. واحد بياخد كورس صح. مثلا، كورس انجليزي او كورس برمجة او كورس اي حاجة، تخطيط للمستقبل. واحد بيعمل مشروع، واحد بيبني دور طابق علوي عشان ابنه يتجوز فيه لما يكبر في البيت مثلا، يبقى تخطيط تمام. للمستقبل. تمام. تمام. النقطة الرابعة ايه بقى؟ حل المشكلة. حل المشكلة. طبعا ما فيش حد ما عندوش مشاكل في اي حتة في العالم. تمام. أكيد طبعا. لازم نفكر عشان نحل مشاكلنا. والمشكله هنا مش شرط يعني عركه. يعني لما اقول لحد ده واحد عنده مشكله يعني عنده عركه، لا. اي حاجه عايزه حل اسمها مشكله. طبعا. يعني حتى لو هتحل مساله رياضه، طالما في كلمه حل يبقى اسمها مشكله. ماشي. تمام. او احل مشكله لواحد صاحبي. يعني صاحبي جه قال لي مثلا انا محتاس ومش عارف اذاكر والدنيا بايظه معايا. جيت قلت له بص انا هعمل لك جدول مذاكره تمشي عليه هيريحك. فانا هنا حليت مشكله لصاحبي، عملت له جدول مذاكره. طب هنا تمام. ممكن يفين تقول لي يا مستر طب احنا كده جدول المذاكره ده جه مرتين. جه مره في تنظيم التفكير، وجه مره في حل المشكله. هو انه يعني ايه الفرق بينهم مثلا؟ يعني إيه الفرق بين الجدول هنا والجدول هنا؟ أم، قولي لي كده. يعني على حسب ما أنا تنظيم التفكير إن أنا أنظم أفكاري وأرتبها، ما أتصرفش بلهوجة. وحل المشكلة إن أنا بحل المشكلة برضو بنظام. جميل قوي. يعني الفرق هنا ان انا في تمام. تنظيم التفكير عملت جدول لنفسي، صح كده؟ انا نظمت تفكيري تمام. لنفسي. لكن انا هنا في حل المشكله انا عملت جدول لصاحبي. تمام. يبقى انا حليت مشكله لواحد تاني. حاجة خارجية، لكن تنظيم التفكير ده بتاعي أنا. بالظبط كده. الله يفتح عليك. كده أنا تمام زي الفل. ماشي. النقطه اللي بعدها. أهمية التفكير الإنساني. جميل أوي عندي. كم أهمية؟ 4. 4. جميل أوي.
يبقى المنفعة العملية وإيه؟ والعامة والنفسية، الصحة النفسية والقدرة على التحليل. جميل أوي. يبقى منفعة عملية، منفعة عامة، صحة نفسية، قدرة على التحليل والتقويم والنقد. طيب، تمام. المنفعة العملية إن أنا لما أفكر، هل يعني لو إحنا اتنين شغالين نفس الشغلانة، واحد بيفكر بيطور من نفسه، هل هيبقى زي واحد تاني مكبر دماغه؟ لا طبعا. الله يفتح عليك. يعني هيحصل تطور. الله يفتح عليك، تطور. تمام. لكن لا، اه. الواحد يطور من نفسه من غير ما يبقى فيه قرارات، انت لنفسك انت. فدي اسمها منفعة ايه؟ عملية. تمام. يبقى حاشا يرتبط النجاح والتفوق بمدى القدرة على التفكير الجيد. طيب، تمام. المنفعة العامة ان انا بنفع مين بقى؟ الناس. الناس. وعمري ما هنفع الناس الا لما اكون بنفع نفسي الاول. يعني اكيد واحد فاشل مش هينفع الناس يعني، صح ولا ايه؟ أكيد طبعا. يبقى لازم تنجح، تمام، عشان تنفع غيرك. تمام. يبقى هنا أكيد المنفعة طبعا. العامة حيث يجعل الأفراد قادرين على إصدار الأحكام والقدرة على حل المشكلات التي تواجههم في الحياة. يبقى في إن أنا أدي أحكام تمام. سليمة، أحكام يعني أحكام تنفعني وتنفع غيري. لأن ممكن لو أنا اديت حكم غلط أذي الدنيا كلها. وإن أنا أحل تمام. المشاكل بتاعت الآخرين. تمام. اي حد عنده مشكله احاول انا اساعده ان هو ايه، ان هو يحل مشكلته اللي بتواجهه في الحياه. تمام. ومثل مصري كده يعني بيقول لك الشجره اللي ما تضللش على اهلها تستاهل ايه؟ الشجره اللي ما تضللش على اهلها تستاهل قطعها. يعني شجره ما اه. بتفيدش اللي حواليها، ما بتفيدش الناس، يبقى ايه لازمتها في الحياه؟ تمام. تمام. النقطه الثالثه اسمها الصحه الايه؟ النفسية. النفسيه. ده بقى لانها تساعد الفرد على الثقه والراحه النفسيه. اي حد بيفكر كويس بيبقى عنده ثقة بالنفس، أكيد بيبقى طبعا. عنده confidence، يعني اوف هير سيلف، يعني ثقته بنفسه. تمام. تمام. فلما اقول لك خلي عندك باور confidence اوف يور سيلف، يعني خلي عندك قوة الثقة بالنفس. فطول ما انا تمام. بفكر صح هيبقى عندي ثقة بنفسي ايه؟ قوية. مش قوية. مهزوز، مش خايف، مش قلقان، لان انا واثق في تفكيري. وبالتالي هيبقى عندي راحة نفسية عالية جدا. أكيد طبعا. اوكي، النقطة اللي بعدها اسمها القدرة على. قدرة على التحليل والتقييم والنقد. حلوة أوي. يعني ايه تحليل وتقويم ونقد؟ اللي احنا يعتبر اتكلمنا فيها امبارح شويه، ان احنا نحلل الامور ما نمشيش ورا الناس وخلاص. فاكر لما قلنا راح صح. تجيب عربيه، او متقدم لك عريس، او راح تشتري شقه، او راح تجيب أيوه أيوه. هدوم، او اي حاجه، ينفع امشي ورا الناس صح. وخلاص؟ لا طبعا. اه معلش، انا عندنا عقل، يبقى لازم نفكر بعقولنا. تمام. يبقى حيث يحمل تمام. الفرد التأثر بافكار مين؟ التأثر بأفكار الآخرين وآرائهم، فلا يقبل بها إلا بعد نقد وتحليل ومناقشة. بالظبط كده. معلش اتناقش معاك ويبقى في نقد، وتقول لي العيوب والمميزات وتقنعني واقنعك عشان اخد الحاجة وانا مرتاح ان انا اخدتها. تمام. بحب المادة والشرح حضرتك كويس، فكل ده محببني يعني عادي. الله يعزك يا رب. ماشي، يلا نجرب بقى الأسئلة بتاعتنا. ها. نظمت نظمت القيام برحلة سياحية لمدينة الأقصر، واستمتعت مع أصدقائك كثيرا بالرحلة. شير ذلك إلى القدرة على إيه؟ تنظيم التفكير. الله يفتح عليكي. في طلبة ساعات يقولوا لك تمام. تذكر ماضي، يقول لك عشان دي في ماضي نظمت يعني في الماضي، اقول لهم لا هو معنى ان انا نظمت في الماضي لا. يبقى تذكر ماضي؟ اه. انا نظمت، مش افتكرت معلومة، انا نظمت. ايوه ايوه. يلا السؤال اللي بعديه. ال- ممكن نقول حل المشكلات. آه، حل المشكلات. طب هنا بيقول لك لا نحكم شعبا الا بان نريه المقبل. يعني انا مش هحكم شعب إلا لما اوريه اللي جاي ايه، يعني المقبل ده ايه؟ اللي جاي. آه، فالقائد هو قائد الامل. هو الامل ده بيبقى في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟
أيوة، تخطيط المستقبل. الله يفتح، يبقى تخطيط المستقبل، يبقى الامل هنا مستقبل، وكلمة المقبل برضو ايه؟ مستقبل. تمام. تذكر الماضي. انا أهو. اجابة صحيحة. على اسمي. في رعاية الله، مع السلامة.